في مثل هذا اليوم منذ 38 عاما حققت القوات المسلحة المصرية أعظم انتصاراتها في التاريخ المعاصر، ودارت حرب تحرير عادلة شهد لها العدو والصديق بالشرعية والقدرة على التحدي مهما بلغ الإخلال في التوازنات. وقال عنها أعظم الخبراء الاستراتيجيين في هذا العصر: لا يحق لأي جيش في العالم أن يدعي أنه كان بإمكانه تخطيط وتنفيذ حرب أفضل مما فعله الجيش المصري. وقال عنها وزير الخارجية الأمريكي دكتور هنري كيسنجر وهي في منتصف اتقادها: إن مصر والعرب قد حققوا نصرا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط، وتغيرت الأوضاع ولن تعود العجلة إلى الوراء. وذاكرة التاريخ تسترجع خلال الاحتفال بالعيد المجيد الأحداث المهمة طبقا لتوقيتاتها الحقيقية.